عمرك سألت نفسك ليه الحج من أعظم الشعائر؟ أصلا كلمة حج يعني إيه؟ حج البيت أو حجة يعني قصد، يعني حجة لفلان، يعني رايح لفلان أو رايح عند فلان. فالحج كله والشعائر اللي فيه وكل الترتيب اللي فيه هو في باطنها كلها رموز قوية جدا أصلا، وبتنتهي لحاجة واحدة بس، هي العودة إلى الله، العودة للنور الإلهي والاتصال ووعي الوحدة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كده لما تشوف الحجاج كلهم في لبسهم والإحرام بتاعهم الأبيض ده، عمرك ما هتعرف تميز بين هوية والتانية، ولا تعرف مين المدير ولا مين الغفير. كلهم واحد، كلهم سواسية، كلهم اتجردوا. هي رمزية على فكرة اللبس ده. هم كلهم اتجردوا من كل الزيف اللي اتضاف ليهم ولا يمثلهم، وراحوا ربنا سبحانه وتعالى متخليين. التخلي هنا نقطة مهمة جدا، وحاجة نحط تحتها 100 خط. متخليين عن كل حاجة، التخلي عن كل حاجة في الدنيا، بس عايزين حاجة واحدة اللي هي العفو والغفران. وكأنك انت بتعمل لهم ريستارت كده من أول وجديد، لأن العفو والغفران بيرجع كل حاجة إلى نقطة الصفر زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. عشان كده في الحديث الشريف فيما معناه ان هو اللي بيحج ويصدق في الحج بتاعه فبيرجع كيوم ولدته أمه. يرجع كيوم ولدته أمه يعني إيه؟ يعني يرجع إلى هذه الروح، روح الطفل اللي لسه مولود، روح نقية، روح طاهرة، روح متصلة بالله وبنورها الداخلي، روح عارفة إنها خليفة الله في الأرض، وأي حاجة تانية في الدنيا هي ما هي إلا زيف. كل المناصب زيف، كل الصراعات، كل الحروب، كل الجاه، كل ده زيف. كمان اي حاجة في قلبك انت متعلق بيها مفروض انك انت بتتخلى عنها تماما. بتتخلى عنها تماما، وبس بيفضل قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. عايزة اقول هنيئا لكل حجاج بيت الله الحرام، واللي مش معاهم بيحج معاهم. حج الى الله بقلبك، تخلى عن كل شيء في قلبك وروح ربنا سبحانه وتعالى، وخلي القصد بتاعك هو ربنا سبحانه وتعالى. وأي حاجة دون ذلك، أي حاجة أنت متعلق بيها، ارميها ورا ظهرك وطلعها من قلبك. حج إلى الله وأصدق القصد والنية، واتصل بالذات الإلهية، اتصل بالنور اللي جواك اللي عمره ما سابك، هو دايما جواك. النور الإلهي والحكمة الإلهية الحقيقية اللي موجودة جواك. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب.